لو أنت مهموم أو زعلان أو بتفكر في مستقبلك ومش عارف بكرة مخبلك إيه، تعال نفضفض مع بعض شوية. تخيل معايا كده حياتك كلها مكتوبة من قبل السماوات والأرض يتخلقوا. أول حاجة ربنا خلاها كانت القلم، وقال له اكتب. القلم سأل ربنا واكتب إيه يا رب؟ ربنا سبحانه وتعالى قال له اكتب مقادير الخلائق، فكتب كل حاجة هتحصل لحد يوم القيامة، وطبعا كل حاجة مكتوبة في اللوح المحفوظ. من عظمة ربنا إن كل تفاصيل حياتنا مكتوبة عنده. عارف لما المطر ينزل ربنا سبحانه وتعالى كاتب وعالم مكان كل نقطة مطر هتنزل فين وهتسقي مين وهتروي أي زرع. حتى الكلمة اللي بتطلع من بقك والضحكة اللي بتضحكها والدمعة اللي بتنزل من عينك كلها مكتوبة. احنا ساعات بنشيل هم بكرة وبنفكر في المستقبل ونخاف، بس لو صدقنا إن كل حاجة بقدر ربنا وإن هو العليم الحكيم قلبنا هيستريح. اللوح المحفوظ مش مجرد كتاب، ده دليل إن ربنا شايفك وسامعك وعارفك، وإن حياتك مش ماشية بالصدفة. فبدل ما تضيع وقتك في القلق، خلي عندك يقين إن اللي مكتوب لك ربنا كاتبه بحكمة ورحمة. فأنت قلقان ليه بقى؟